بصراحة أنا بدأت أقتنع باللي فليك بيعمله، وبدأت إيه؟ ده أنا لازم أقتنع، ده فليك يقنع مليون زيي، ده فليك برضه إن فران توريس هو اللي يكون أساسي وليفا هو البديل، وأكيد في ماتشات تانية ليفا هو اللي هيكون الأساسي يعني، بس بدأت أقتنع بصراحة ليه؟ عشان السن يحكم برضه، ليفا دلوقتي بقى 37 سنة، وبصراحة الواد توريس جاب فورمة حلوة جدا برضه، تشجعه إن هو يلعبه أساسي، حتى لو بيضيع، أهو دوت شباب ينزل يهد في الدفاع شوية وينزل ليفا كده في آخر نص ساعة ولا حاجة لما يكون الدفاع تعب ينزل يخلص، ما هو برضه الحريف حريف واللمسة باينة، أهو الجون اللي جابه ده جون ذا بيست يعني جون لاعب شال البالون دور. والواد توريس بصراحه من الماتش اللي فات هو عامل لي فورمه فرناندو توريس، ده الماتش اللي فات تحس ان هو كان زعلان وهو خارج عشان كان جايب جونين وكان نفسه يجيب الهدف. وعلى ما اعتقد برضه جماهير برشلونه كلها بدات تقتنع بالحته دي ان توريس الاساسي وليفا اللي هيبقى البديل، والفضل كله يرجع للبابا في اللي احنا بنشوفه من توريس الايام دي. ما تنسوش يا جدعان ان انتم من سنتين كنتوا بتقولوا توريس ده اسلحه فاسده جبناها من مانشستر سيتي وجوارديولا لبسنا فيه، شوفوا الواد مستواه اتطور ووصل لغايه فين، وانت دلوقتي كمشجع برشلونه ما عندكش اي مانع ان الواد ده يكون المهاجم الاساسي بتاعك لغايه نهايه الموسم يا سيدي، لغايه ما تشوف هتعمل ايه الموسم الجديد وهتجيب صفقات ايه.